تعالوا نتعلم كلمات إنجليزي مهمة جدا في السفر. كلمات تقدروا تستخدموها في معاملاتكم اليومية، أو لو هتسافروا سياحة وعايزين تسألوا على الأماكن السياحية، أو لو هتسافروا بلد أجنبية كمان لشغل، فهتستفيدوا من درس النهاردة بشكل كبير جدا جدا لكل الكلمات الإنجليزية المستخدمة في السفر. وفي آخر الفيديو كمان هقول لكم جمل مشهورة جدا جدا هتقدروا ان انتوا تستخدموها فورا بعد الفيديو ده لو انتوا رايحين اي بلد. فتابعوا معايا فيديو النهاردة للآخر ويلا نبدأ. يلا هات ورقة وقلم وردد ورايا كل الكلمات ونبدأ. airport airport اللي هو المطار. park 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 اللي هو المتنزه أو اللي هو يعني الحديقة اللي بتكون كبيرة اسمها park park. وعندنا كمان beach 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 اللي هو الشاطئ. ردد ورايا كل الكلمات واكتب عليها كمان أمثلة دلوقتي من عندك وشاركوني كمان في الكومنتس. وعندنا backpack backpack اللي هي حقيبة الظهر أو الشنطة اللي بتشيلها على ظهرك وتكون معاك في كل حاجة، فممكن حتى لو حبيت تسأل عنها فبتقول where is my backpack اللي هي شنطة الظهر بتاعتي. وطبعا في bicycle اللي هي الدراجة، لأنه طبعا في بلاد كتير جدا بره بيكون وسيلة المواصلات الأساسية بتاعتهم هي البايسكل. وعندنا boat يعني قارب. فاصل سريع أفكركم لو لسه مشتركتوش معايا في قناتي English Vlog اشترك دلوقتي حالا في القناة، اضغطوا دلوقتي حالا اشتراك وفعلوا الجرس كمان واعملوا لايك بليز للفيديو ده وتعالوا نكمل. booking يعني حجز. على فكرة معظم الكلمات هتلاقوني مرتبها لكم ترتيب أبجدي علشان الموضوع يبقى بسيط بالنسبة لكم. بوكينج يعني حجز، سواء حجز فندق، حجز طيارة، حجز أي حاجة اسمه بوكينج. بريدج يعني جسر. باص اللي هو الباص أو الحافلة. كاب يعني تاكسي. كاميرا اللي هي الكاميرا طبعا. كامبينج اللي هو التخييم. لو انت رايح بلد ممكن تعمل فيها كامبينج يعني تخييم. كار اللي هي السيارة طبعا أو العربية. كاش بيمنت معناها ان انت هتدفع نقدا، يعني مش هتدفع باستخدام فيزا او كارت او كده، لا انا هدفع كاش فبنقول كاش بيمنت. كل الكلمات اللي انا بقولها لكم دي وكل الجمل كمان اللي موجودة في درس النهاردة هتقدروا تستخدموها في مواقف مختلفة بتواجهنا كلنا واحنا مسافرين في اي بلد اجنبية، فركزوا معايا في الدرس. عندنا سينما اللي هي السينما. city معناها مدينة. cruise ship اللي هي السفينة الكبيرة السياحية دي اسمها cruise ship. currency اللي هي العملة، يعني انت ممكن تسأل what is the currency of this country، ايه هي العملة بتاعة البلد دي. customs اللي هم الجمارك. customs. dive يعني يغوص، وطبعا الناون بتاعها اللي هو diving اللي هو الغوص. elevator اللي هو المصعد أو الأسانسير. emergency exit اللي هو مخرج الطوارئ، والemergency اللي هي الطوارئ. escalator اللي هو السلم الكهربائي. ferry اللي هي العبارة. harbor اللي هو الميناء. highway الطريق السريع.
اعملوا سيف وشير للفيديو ده دلوقتي حالا عشان أكبر عدد منكم يقدر يستفيد من الدرس ده، لأنه مهم جدا جدا وأساسي لو هتسافروا في أي بلد أو حتى بتخططوا إن انتوا تسافروا، فلازم تكونوا متعلمين الدرس ده كويس قوي قوي وركزوا معاه. hike 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 وhiking. hiking اللي هو التنزه والمشي، وإن انتوا تروحوا مثلا غابة وتتمشوا فيها وهكذا، ده اسمه hike اللي هو الفعل، والنون hiking. hotel 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 يعني فندق. island 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 يعني جزيرة. lake 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 يعني بحيرة. luggage 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 يعني شنط السفر بتاعتك. map 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 يعني خريطة. mile 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 يعني ميل. mountain 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 يعني جبل. museum 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 يعني متحف. parking 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 اللي هو موقف السيارات. passenger 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 المسافر أو اللي راكب بشكل عام اسمه passenger. resort 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 يعني منتجع سياحي. restaurant 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 اللي هو المطعم. river 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 يعني نهر. road 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 يعني طريق. room 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 يعني غرفة. swimming pool swimming pool يعني حمام السباحة. shore 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 يعني ساحل. skiing 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 اللي هو التزحلق على الجليد. sea 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 يعني بحر. sail 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 يعني يبحر. swim 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 يعني يعوم. snow 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 يعني التلج. street 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 يعني شارع. subway 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 اللي هو مترو الأنفاق. suitcase 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 اللي هي حقيبة السفر. sunglasses 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 اللي هي نظارة الشمس. tent tent يعني خيمة. tickets 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 يعني تذاكر. tourist 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 يعني سائح. traffic jam traffic jam traffic jam اللي هي زحمة المرور. train 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 يعني قطر. trip 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 يعني رحلة. transfer 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 يعني تحويل، سواء money transfer يعني تحويل الأموال transfer. village 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 يعني قرية. wheelchair 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 اللي هو الكرسي المتحرك أو الكرسي اللي بعجل، يعني لو احتجت إن أنت تطلب wheelchair. yacht 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 يعني يخت. zoo 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 يعني حديقة الحيوان. ننتقل للجزئية التانية وأقول لكم أشهر الجمل اللي ممكن تحتاجوها باللغة الإنجليزية وإنتم مسافرين وتقدروا تعتمدوا عليها وتستخدموها على طول. ونبدأ. where is the nearest where is the nearest يعني فين أقرب، وتبدأ تكمل الجملة باللي أنت عايز تسأل عنه. مثلا where is the nearest hospital where is the nearest hospital يعني فين أقرب مستشفى. أو where is the nearest pharmacy where is the nearest pharmacy يعني فين أقرب صيدلية. أو the nearest restaurant يعني أقرب مطعم. أو the nearest bus stop bus stop اللي هو موقف الباص أو موقف الأتوبيسات. أو taxi stop taxi stop اللي هو موقف التاكسي وهكذا. فبالتالي وانت عايز تسأل عن أقرب حاجة تقول where is
the nearest والحاجة اللي انت حابب تستفسر أو تسأل عن مكانها. لو انت عايز تسأل عن الطريق أو الاتجاهات أو حد يوصف لك فتقوله how can I go to وتبدأ تقول المكان اللي انت عايز تروحه. مثلا how can I go to the zoo. how can I go to the zoo. ازاي أقدر أروح أو أوصل لحديقة الحيوان. ممكن كمان تسأل وتقول what are the best places for sightseeing. what are the best places for sightseeing معناها أفضل الأماكن للسياحة واللي أقدر أروح أعمل فيها سياحة. sightseeing معناها السياحة ورؤية المعالم السياحية بشكل عام sightseeing. how much is وتقول الحاجة اللي انت عايز تسأل عن سعرها. how much is this camera مثلا يعني كم سعر الكاميرا دي. how much is وتقول الحاجة اللي عايز تسأل عن سعرها. where is the nearest restroom. where is the nearest restroom. restroom اللي هو الحمام بس اللي هو بيكون في مكان عام فهتسأل عن أقرب حمام قريب أو the nearest restroom. where would you like to go today. where would you like to go today يعني انت النهاردة حابب تروح فين. ممكن حد يسألك ويقولك where would you like to go today. النهاردة انت حابب تروح فين. تبدأ تقوله الخطة بتاعتك النهاردة I want to go to the beach أو I want to go to the zoo مثلا يعني عايزة أروح الشاطئ أو عايزة أروح جنينة الحيوانات أو أيا كانت الخطة بتاعتك. بكده وفي درس النهاردة نكون اتعلمنا مع بعض أهم الكلمات والجمل الإنجليزية اللي تقدروا تستخدموها وتعتمدوا عليها في السفر لأي بلد أجنبي سواء هتسافروا سياحة أو شغل أو أيا كان السبب. وإن شاء الله الفيديو النهاردة والدرس كمان يكون مفيد بالنسبة لكم وزي ما قلت لكم حاولوا تعملوا له شير لأكبر عدد من الناس علشان الكل يستفيد. لو عجبكم درس النهاردة والفيديو ده ما تنساش انك تعمل لايك بليز للفيديو. وافكركم مرة تانية لو لسه ما اشتركتوش معايا في قناتي انجلش فلوج اشترك دلوقتي حالا وفعلوا الجرس كمان واعملوا لايك مرة تانية للفيديو. وان شاء الله اشوفكم على كل خير في فيديو جديد وحلقة جديدة. باي باي.